اهلا وسهلا فيكم متابعيني على قناتي بفيديو جديد. بتمنى تكونوا جميعا بخير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم رح نحضر حلو من ألذ الحلويات اللي ممكن تعملوها. رح يصير عندكم هيدا الحلو ادمان لانه كتير طيب وخفيف، طريقة تحضيره سهلة واقتصادية. هيدا الحلو رح نستغني عن الجلاش، عجينة الجلاش او الرقائق لحتى نحضر هيدا الحلو. رح نستعمل بداله مكون غريب، رح تستغربي انت انه هيدا المكون رح يكون عندك، رح تعملي منه عجينة كتير مقرمشة ورقيقة. اولا رح نحضر القشطة المنزلية. اولا رح احتاج كوبين من المي، رح احط عليهم نصف كوب من السميد الوسط او الخشن، رح اضيف عليهم ربع كوب سكر، ممكن نضيف عليهم نقطتين من ماء الورد او ماء الزهر، بس انا ضفت هون فانيليا. القشطة اللي بدي اعملها لازم تكون كتير سميكي ولازم اتركها لحتى تبرد، ما لازم استعملها وهي سخنة، لازم تكون كامشة حالها. بحرك على البارد، برجع بحطها على النار لحتى تغلي. مجرد ما طلع غلت القشطة معنا وسمك مع الخليط، رح ضيف علي انا شوية زبدة، وهذا الشيء اختيار، انا بس مشان اعطيها شوية دسم. بحرك كتير منيح لحتى تذوب الزبدة بقلب القشطة ورح احطها بالبراد. انتو هون شايفين قدامي الخبز المرقوق، او ممكن الناس يسموه خبز الصاج، تختلف التسمية، بس انا بدي هيدا الخبز. هيدا الخبز رح تعملوا منه شي كتير رائع. اولا هيدا الخبز بيجي كتير رقيق، منه خبز سميك، ورح تستغنوا عن عجينة الجلاش او الرقائق او عجينة البقلاوة. اول شي اذا كان عندكم الاطراف كتير سميكة، انا بحب شيلهم لكن ما بكبهم ابدا. انا كنت عاملة سلطة فقط لأتحمص الخبز. انا هون كرمال سهل على عملية القص، قسمته بالنص ورح اقص شرائح بالطول بهيدا الطول وبهيدا الحجم. اذا كانت هيدي كتير طويلة ممكن قصها بالنص، هيدا شيء اختياري. متابعيني ان كنتم اول مرة بتشوفوا القناة فيا ريت تضغطوا زر الاعجاب وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، واعطونا رأيكم بالتعليقات او شو بتسموا هيدا الخبز ببلدكم. على جنب رح اجيب صحن حط فيه فنجان قهوة من المي، اضيف عليه ملعقة صغيرة من الحليب لحتى نحضر فيه ونلف فيه رقائق القشطة او زنود الست اللي بنسميها بسوريا. هيدي هي وجه القشطة بعد ما بردت وتلجت. لازم تكون عندي القشطة كتير سميكة، كل ما بس لفها واقليها او استعملها ما لازم تطلع برات الخبز. هون بجيب صحن او صينية لحتى لف في الرقائق. رح اجيب الخبزة ورح اغطها شوية صغيرة بالحليب كرمال تلف معنا وما تفلت. رح اجيب القشطة وحط كمية القشطة اللي انا بدي اياها، امدها شوي بالطول. بتحبوا تحطوا كمية قشطة متوسطة او تكتلوا، هيدا شيء اختياري، لكن القشطة طعمتها كتير لذيذة فيها لانه رح تكون الخبز رح يقرش معكم ومن جوا رح يكون في شيء كتير طري. بنصحكم تجربوا هيدا الوصفة اكيد رح تعجبكم. رح لف بطريقتين، اذا عندك القشطة كتير سميكة ممكن ما تسكريها عن الجوانب وتلفيها عادي مثل الرول. اذا ما سكرت معك كتير بتجيب نقطة مي وبتسكريها. وممكن نلف بطريقة تانية انه نسكر الخبزة عن الجوانب مثل انا عم لف ورق عنب او ورق العريش، وتضل القشطة محصورة بالنص، هيك نضمن 100% انه ما بتطلع معنا وقت القلي. لكن ان كانت مفتوحة وان كانت مسكرة مجرد ما انه القشطة سميكة ما بتطلع ابدا. هذا الحلو انا كتير بحب حضره برمضان. في عنا طريقتين نقدر نحطه بالفريزر. ممكن القشطة نعملها ونحطها بالثلاجة، والخبز يكون عنا بالثلاجة او بالفريزر، ونطلع بس بدنا نحضره ونلفه وبس. وممكن نلفه ونحطه بعلب ونسكرهم، بس اجانا ضيف او كنا مستعجلين وبدنا حلو، مجرد نطلع الرول او الرقائق من الثلاجة بنقليهم. المهم يكونوا بالثلاجة تكون كتير باردة عليهم. يعني انا بحضر كمية كتير كبيرة وبحطها بالبراد، بس بدي بطلع الخبز وبطلع القشطة وبحشيهم وبقليهم. هون خلصت الكمية اللي عندي. هيدي الكمية عملتها بس برغيف ونص من الخبز الصاج او الخبز المرقوق، بيطلع عندي كمية كتير وفيرة. هون ضل عندي شوية قشطة حطيتها بعلبة وحطيتها بالفريزر، بس بدي برجع بطلعها بستعملها، او فيني استعملها لاي نوع حلويات عندك اياها، ممكن تحشيها بالقطايف. طريقة القلي رح يكون عندي طنجرة فيها زيت نباتي، يكون غزير شوي ويكون ساخن كتير.
لحمي الزيت على النار، وعلى جنب لازم يكون عندي قطر بارد. القطر إذا كان سميك أو سائل شوي زيادة ما بيأثر. هون عندي الرقائق طلعتهم من الثلاجة، بيكونوا ماسكين حالهم وبيكونوا أبدا ما بيفلتوا معك أبدا وقت القلي. بس حمي الزيت كتير، نزلت رول أو زنود الست فيه، دغري بياخدوا لون ذهبي وبيتحمصوا، بشيلهم. بالنسبة لكيف نحطهم بالقطر، فيك تحطيهم بالقطر وتشيليهم، وممكن تحطي الرقائق بالمصفي بتحطي المصفي بالقطر ودغري بتشيليه بتنطريه لحتى يصفي. ما لازم يكون الرقائق كتير متشربة قطر كرمال تضل بتقرش، وهي دغري رح تمتص القطر اللي عنا. انا اذا بدك اياهم فيهم قطر كتير بتعملي بهيدي الطريقة. والطريقة الثانية بنحطهم بالمصفي ودغري نحطهم بالقطر وبنشيلهم. رح تحصلي على رقائق مقرمشة ورقيقة، ومجرد ما تطعميها لحد ابدا ما حدا رح يعرف شو عم ياكل. يعني الكل رح يسألك كيف عملت العجينة وشو هي المكونات وشو استعملتي. بتمنى تجربوا هيدا الوصفة وتعجبكم، وتعطوني رأيكم بالتعليقات، وادعوا لي دعوة حلوة بشهر رمضان المبارك. بأمان الله، وإلى اللقاء.